السلام عليكم. المنتخب الإكوادوري يعصف بالمنتخب القطري، والمنتخب الإنجليزي يدمر المنتخب الإيراني بسداسية، والمنتخب الهولندي يستغل أخطاء حارس المنتخب السنغالي ويلقي به في بحر الظلمات، والتعادل الإيجابي يخيم على لقاء المنتخب الويلزي ضد المنتخب الأمريكي. قبل ما ندخل في عالم المونديال سأكون معكم طوال كأس العالم في حلقات يومية. ندخل الآن إلى عالم المونديال. مستعدون؟ هيا بنا. قطر ختمت علم الإبداع في حفل الافتتاح. علينا أن نفتخر كعرب لأن قطر تنتمي إلى عالمنا العربي. بدأ الحفل بمجموعة من الاستعراضات التي أشعلت حماس الجماهير، وسبقها فقرة غنائية من التراث القطري، مما يؤكد تمسكها بتقاليدها والاعتزاز بعاداتها والافتخار بتاريخها. قطر بعثت برسائل حب وتسامح بين الشعوب العربية والعالمية. لكن ما أدهشني في هذا الحفل بدايته بآيات الله الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما فعلته قطر اليوم حرفيا هو كتابة تاريخ جديد وإغلاق الكتاب حتى لا يكتب حرفا بعد. حق للحق، حفل من وراء الخيال. قطر وجهت لنا رسالة واضحة، وهي: الأحلام خلقت لتتحقق، وكل الأحلام يمكن تحقيقها بعزيمتنا وإرادتنا. جميل كان حفل الافتتاح، ولكن الأجمل ما سيكتشفه العالم من جمال الملاعب وحسن ضيافة أهل قطر الصالحين. انتهينا الآن من حفل الافتتاح، سنبدأ في التحليل. اسمعوا هذا الكلام جيدا، سأمنحكم تحليلا خرافيا لن تجده إلا هنا. مستعدون؟ دخل المنتخب القطري اللقاء بخطة دفاعية وأراد اللعب على المرتدات، لكن بسبب الضغط الذي فرضه المنتخب الإكوادوري ولد الارتباك في لاعب المنتخب القطري مع افتقادهم للشراسة والقوة البدنية. كل الكرات العالية يربحها المنتخب الإكوادوري. كانت هنالك أخطاء فردية مؤثرة على اللعب الجماعي، خاصة في الدفاع، حيث كانت فيه مشكلة كبيرة بين مدافع المنتخب القطري وارتباكهم جعل هداف المنتخب الإكوادوري إنير فالنسيا يجد الثغرة والتحرك بشكل سهل، وليس عندما تكون الكرة في الناحية البعيدة تجده في الناحية العكسية. ولم يعرف مدافع المنتخب القطري كيفية إيقافه، فهو ذكي وخبيث في منطقة الجزاء. تسبب في ضربة جزاء وقام بتسجيلها وسجل الهدف الثاني، وسجل هدفا ألغي بقوة القانون بداعي وجود تسلل. المنتخب الإكوادوري مسك وسط الميدان مما جعله يتحكم في رتم المباراة. الشوط الأول لنسيان المنتخب القطري، وهذا يتم تبريره بقلة الخبرة، وفي كأس العالم وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب القطري في هذا الحفل الكروي، لهذا لم أقطع بتأهله إلى الدور القادم. لا تقول لي أنك لم تشاهد حلقتي، أنا أقطع الآن عود وشاهد الحلقة. هذه رسالة للمنتخبات العربية المشاركة، عليهم مواجهة المنتخبات بالشراسة والتركيز العالي. في الشوط الأول كنت أنتظر المنتخب القطري بوجه آخر، روح جديدة وتكتيك جديد، لكن فيليكس سانشيز عاجز على ذلك، لا يستطيع فعل أي شيء، وأفكاره وتقنياته وخططه وتكتيكاته ذهبت أدراج الرياح. وكالعادة ب6 إلى 7 لمسات تجد المنتخب الإكوادوري في مناطق المنتخب القطري. لاعب المنتخب القطري خسروا الصراع في وسط الميدان، مما جعل الضغوط التي فرضت عليهم تتحول إلى يأس وإحباط، ليرفعوا الراية البيضاء مستسلمين. بعض الأسباب التي جعلت المنتخب القطري تخسر الصراع ألا وهي ابتعاد الخطوط وعدم الاستحواذ والتمرير الثقيل. مثلا في بعض الأحيان تحل ثغرة المنتخب الإكوادوري، لكن بسبب التمرير الثقيل يتدارك لاعبيه الأمر ويغلقون الثغرة، وعدم اللعب بالشغف والروح والهدوء. غير التغييرات إلى الدقيقة 71، فقام بإقحام محمد منطاري مكان المعز علي. كنت أنا مكان المدرب العنابي فيليكس سانشيز سأقوم بالحلول الآتية: أولا سأزرع الروح والشغف في نفوس المجموعة وتقريب الخطوط من أجل الاستحواذ وإيجاد الثغرة، وسأقوم بالتغييرات في العشر الدقائق الأولى أو ربع الساعة الأولى بعد بداية الشوط الثاني. أكرم عفيف تاه بين دفاعات المنتخب الإكوادوري، كانت الكرة عندما تصله يكون عليه ضغط وارتباك مما يجعله يفقد الكرة. الكثرة تغلب الشجاعة. رسميا قطر خارج المونديال من دور المجموعات. ندع العاطفة جانبا، نحن أكثر شعب عاطفي. المنتخب السنغالي أقوى منا، والمنتخب الهولندي حتى هو أقوى منا، حتى لو لعب بالتشكيلة الاحتياطية فلن نفوز عليه. دائما حكم عقلك لا قلبك. ننتقل للقاء الأول في المجموعة الثانية، المنتخب الإنجليزي ضد المنتخب الإيراني الذي انتهى بسحق الأسود الثلاث لمنتخب إيران ب6 أهداف لهدفين.
المنتخب الإنجليزي دخل بالتشكيلة التالية: بيكفورد، جوردن في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع لوكشو وتريبيير، وقلبي الدفاع هاري ماغوير وجون ستون، ثلاثي الوسط ديكلان رايس وبيلينغهام وميسون ماونت، وثلاثي الهجوم المدمر رحيم ستيرلينغ وكايو ساكا، ورأس الحربة المهاجم الخبيث المدمر هاري كين. المنتخب الإيراني دفع الثمن في التشكيلة التي اختارها المدرب، وكذلك دخول الحارس الحسيني بعد إصابة الحارس الأساسي. الحسيني تلقى 3 أهداف من بيلينغهام وساكا ورحيم ستيرلينغ. كنت أعلم يقينا أن اللعب بالخطة الدفاعية الإيران ستؤثر عليها. المنتخب الإنجليزي ماسك الملعب كله، متى يسرع في رتم المباراة ومتى يهدي، متى يلعب الكرة للأمام ومتى يرجع للوراء، ومتى يسجل. منتخب أسود الثلاث لم يعد للدفاع منذ بداية اللقاء، وهو في الهجوم من أجل التسجيل، وزادهم الانسجام قوة بعد دخول بيلينغهام كرأس حربة ثاني يساعدهم على الاختراق، وعمل الأطراف كان شغالا ورائعا. واختراقات رحيم ستيرلينغ وبوكايو ساكا وعرضيات تريبير ولوكشو قضت على المنتخب الإيراني. في الشوط الثاني بدأ المدرب الإيراني كيروش التغييرات، واستطاع تسجيل هدفين، واحد منهم من ضربة الجزاء. واستطاع المنتخب الإنجليزي إضافة 3 أهداف دونها كل من بوكايو ساكا، ويعتبر هذا الهدف الثاني له في المباراة والرابع للمنتخب الإنجليزي. وسجل راشفورد الهدف الخامس وغريليتش الهدف السادس. كان على المنتخب الإنجليزي الفوز بهذه النتيجة الكبيرة من أجل الدخول في أجواء المونديال والذهاب بعيدا. المنتخب الإيراني تحسن كثيرا في الشوط الثاني، فوز مهم للمنتخب الإنجليزي، ولكن لا يزالون يعانون دفاعيا. 6 أهداف لمنتخب الأسود الثلاث، لكن هاري كين لم يسجل. وترى معلومة، شهد هذا اللقاء أطول وقت إضافي في شوط واحد. عود المجموعة الأولى من بوابة مواجهة المنتخب الهولندي ضد المنتخب السنغالي، الذي شهد تفوق المنتخب الهولندي على المنتخب السنغالي. بدأ اللقاء بالتحفظ من كلا المنتخبين، كلاهما خاف من تلقي هدف مبكر. شوط مثير، كلا المنتخبين كان في الفورمة. هولندا كانت لها الفرص الأخطر، كان من المفروض أن يسجلوا. من المثير للاهتمام أن نرى ذلك، لأن المنتخب السنغالي جيد. كانت للسنغال انطلاقات ومرتدات لم يستطيعوا تحويلها إلى فرص محققة للتسجيل. المنتخب السنغالي لعب بشجاعة وشراسة، وهذا ما أدعو به المنتخبات العربية. ترى هدف ديونغ الضائع نقف للتحدث عنه، كان يجب عليه تسديد مباشرة للمرمى ويحتفل بالهدف، لكن أراد التمويه لأنه لم يثق في يساريته. الكرة كانت في رجله اليسار، لكنه تكن له الثقة الكافية في نفسه. ديونغ كان يدري لو سدد مباشرة فسيكون هدف، وهذا ما يفعله الهدافون الكبار، لا يدعون مجالا للمدافعين من أجل إبعاد الكرة. انتهت المباراة بتفوق منتخب الطواحين الهولندي على منتخب أسود التيرانغا. كانت مباراة صعبة وقوية. مندي أهدى الفوز للمنتخب الهولندي. دفاع المنتخب السنغالي قدم مباراة كبيرة، بدنيا حاضر وجاهز، وهذا ما ترك المنتخب الهولندي في الشوط الثاني يعود إلى الدفاع، وفرض عليه ذلك. لكن المشكلة الوحيدة في المنتخب السنغالي هي إدواردو ميندي. في الهدف الأول خروج غير موفق. في هذا الوقت تخرج أنت حارس كبير وحارس فريق كبير اسمه تشيلسي، وحارس أقوى منتخب في إفريقيا. لازم تأخذ حساباتك وتكون متأكد من أنك ستصل للكرة وتمسكها. لكن خرج متأخرا، ولاعب المنتخب الهولندي كودي جاكو سبقه للكرة وسجل الهدف الأول. وحتى في الهدف الثاني ذلك الخطأ من إدواردو ميندي في الكرة المسددة لم تكن قوية وبتلك القوة حتى لا يمسكها ويلقي بها، ظن أنه ألقى بها بعيدا ولا أحد من لاعب المنتخب الهولندي في منطقة الجزاء. لكن دافي كلاسين كان ينتظر الكرة ليسكنها في الشباك ويسجل الهدف الثاني. نعم، كانت حظوظ المنتخب السنغالي للفوز على المنتخب الهولندي كبيرة، لكن غياب ساديو ماني أثر على المجموعة كثيرا، ولم يستطيعوا إيجاد الحلول خاصة من الناحية الهجومية. في صراع وسط الميدان كان المنتخب السنغالي ند لند مع المنتخب الهولندي، وحتى دفاعيا منتخب أسود التيرانغا فرض نفسه ولم يستطيعوا إيجاد الحلول إلا في الهدف الأول. تركوا اللاعب الهولندي لوحده بعد تمريرة ديونغ. كانوا يثقون في ميندي لأنه متمرس ولديه الخبرة الكافية، لكنه خذلهم. إدوارد ميندي في 5 دقائق غير كل شيء. المباراة كانت ذاهبة إلى نتيجة 0-0، لكن ميندي أهدى الفوز للطواحين الهولندية وقلل من آمالهم في التأهل، رغم أنني متأكد من تأهل المنتخب السنغالي. أسود التيرانغا عملت لقاء تاريخي، لكنني أحمل كل المسؤولية لإدوارد ميندي.
ننتقل للقاء الأخير بين المنتخب الأمريكي والمنتخب الويلزي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي. كان لقاء مثيرا وهو الأجمل إلى حد الآن في مونديال قطر. أمريكا كانت السباقة التسجيل في الدقيقة 35، لكن غاريث بيل أعاد المنتخب الويلزي في الدقيقة 81 بعد تسجيله لضربة الجزاء تسبب فيها. كان في هذا اللقاء منافسة وتقارب في الأداء. لاعب المنتخب الأمريكي فعلوا كل شيء في الشوط الأول، لكن خبثت المدرب الويلزي بعد إخراج المدافع وإقحام المهاجم. لاحظت شيء في هذا المونديال وهو أن الوقت بدل الضياع عبارة عن أشواط إضافية. هنا تنتهي حلقتنا، أتمنى أنني قد وفقت فيها. لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أراكم على خير. السلام عليكم.